بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تتم للشرح السابق حول قضية حقوق النشر عبر اليوتيوب. هذا هو الشرح الثاني للموضوع. أول شيء أحب أنوه كيفية تجنب قضايا حقوق النشر، ولهيك أنا أحب أشرح جزئية بسيطة حول هذا الموضوع. هلا أنا كصاحب قناة على اليوتيوب أو كصاحب فضائية أو إذاعة بالواقع حابب إني أسجل حقوق النشر، في إجراء قانوني بيتم عبر اليوتيوب بتسجيل المواد إن كان جزء منها أو كاملها ضمن هذا الإجراء. المواد اللي تشملها حقوق النشر في اليوتيوب هي المادة المرئية المتحركة، المادة المرئية الثابتة، المادة الصوتية، وكلمات الأغاني حتى لو كانت كتابة، وخلفيات الصور مثل خلفيات الألعاب. هاي خمس مواد بيتم اعتبارها عبر اليوتيوب. هلا بعد ما تقوم هاي الجهات بالشكل الرسمي والقانوني بتسجيل حقوقها على المادة، تاخذ هاي المقاطع أو المواد ما يسمى بالبصمة الرقمية. ولو أجى مثلا شخص وقام برفع مقطع على اليوتيوب بدون ما يكون له ترخيص بالنشر، بشكل آلي بتم مطابقة المقطع مع مقاطع مسجلة في حالة كانت محمية عبر اليوتيوب. هلا بناء على هذا الإجراء المتفق عليه مسبقا مع مالك الحقوق، بيتم اتخاذ الإجراء القانوني اللي بحق القناة، إما أنه بتوجه لها إنذار، وهذا الإنذار سبق شرحت عنه، أو بتوجه لها إشعار، وهذا الإشعار راح أشرح عنه لاحقا بإذن الله تعالى. هلا هون هذا بيعني إن أنا لو جبت مادة صوتية معينة وجبت صورة لإلي شخصية لإلي وقمت بدمجها دمج الصوت مع الصورة الشخصية الخاصة فيها، هذا بيعتبر خرق لحقوق النشر. إذا ما كنتش أنا بملك حق في نشر هاي المادة الصوتية، إذا كنت أنا بصور نفسي داخل سيارتي بصور فيديو، وكان في خلفية الصوت صوت أغنية مثلا، هاي الأغنية إذا كانت مسجلة وتم تشخيص البصمة الرقمية الخاصة فيها بعد بثي للمقطع على اليوتيوب، برضو هذا يمكن يعتبر خرق لقانون حقوق النشر في اليوتيوب. لهيك بتمنى من الجميع الانتباه، حاولوا دائما انها تكون المقاطع اللي بيتم رفعها عبر اليوتيوب هي مقاطع خاصة فيكم من الألف إلى الياء. هلا السؤال بس اللي بيبقى، هل انه لو تلقت قناتي او مقطع من المقاطع عندي اشعار او انذار، هل بستطيع اني اقدم اعتراض عليه؟ هذا باذن الله راح يكون موضوع الشرح القادم. في حال وجود اي سؤال او استفسار حول هذا الموضوع برجاء تركه في التعليقات او مراسلتي مباشرة، وسأضطر اسفا اني اتجاهل اي استفسار بعيدا عن موضوع هذا الشرح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.